وهي بدأت تعيط تعيط، وصحابها اتلموا حواليها. ليه كده يا حبيبة؟ احنا كنا بنهزر معاكي. صباح الخير. طبعا انت لاحظتي ان كونك الشخصية الطيبة اللطيفة المتفهمة اللي ما بتزعلش اي حد، لاحظتي ان هي بتنفع كل الناس اللي حواليكي ما عدا انتي. وانك لما بتسيبي الناس تعمل اللي هي عايزاه وبتعدي وبتسامحي كده تمشي الدنيا عشان ما تعمليش مشاكل، ده مش بيخليهم يحبوكي ولا يقدروكي اكتر، ده بس بيخليهم يدوسوا عليكي اكتر. ومحدش يفهمني غلط، في فرق كبير ما بين الشخص اللي بيكون طيب وبيكون على نيته ونيته صافية وبيتمنى الخير للناس، وما بين الشخص اللي مش قادر يحط حدود ومش قادر لما حد يديله ألم إن هو يديله ألم أكبر منه عشان خاطر يعرفه مقامه، وبي people please، عمال people please everyone عشان خاطر الناس تحبه. في خط فاصل مهم قوي بين الاتنين دول، وده اللي احنا هنتكلم فيه النهارده. في الفيديو ده هنتعلم ازاي ان انتي تخلي طيبة قلبك وحنيتك ديت وحلاوتك ديت بس للناس اللي تستحقها، وتعرفي تبني حدود واضحة وتدافعي عن نفسك لما يكون في حد يعدي حدوده أو يقل أدبه معاكي. احنا اتربينا نوعا ما انه لما حد يشتمني اقول ربنا يسامحك، ماشي؟ ودي حاجة مش وحشة ومش غلط، بس للأسف في العالم اللي احنا فيه الناس المؤذية غالبا مش هتهتم لما تبقي انتي لطيفة قوي وطيبة قوي وسموحة قوي تقولي الله يسامحك. يعني في ناس كتير مش تهتم بالموضوع ده، وبالعكس هتتبسط جدا وتقول الله ايه البت الهبلة دي اما اديها تاني. فانتي لازم اللي يأذيكي بحاجة تأذيه بنفس الطريقة، تديه على وشه عشان خاطر يتعلم انه لا، دي ممكن اكشلي تضربني، دي ممكن اكشلي تعمل فيا حاجة، دي ممكن اكشلي تفضحني، دي ممكن تعمل فيا كذا كذا كذا، فخليني ابعد عنها. لان للاسف العالم مؤذي بشكل مش طبيعي، وانت متعرفيش ممكن ده يوديكي فين. وما تتسأليش كتير وتقعدي تقولي هو ليه عمل كده وليه ما عملش كده، اصلا انا ما عملتش حاجه، اصلا انا طيب، وتقعدي بقى تبكي. مفيش وقت يعني خلي ده مع نفسك بعد ما تديله اللي فيه نصيب، بيبقى ايه تسألي وحزني مع نفسك، مش مشكله. لان انت لما بتيجي مثلا حشره تقرصك ولا تعبان يقرصك، مش بتمسكيه وتقولي له يا حبيبي انت ليه قرصتني، انت ليه مؤذي، هو انا عمري عملت لك حاجه؟ لا، ما نعملش معاك كده. بنرميه بسرعة أو بنقتله، صح؟ طبعا أنا بتكلم عن الناس المؤذية بقصد، الناس اللي مثلا تبقى انتوا قاعدين مع بعض، انت قاعدة انت وصحابك، وتقعد ترمي كلام أو تفضح أسرار انت قايلها لها هي مخصوص، أو تتنمر بأي شكل من الأشكال. الناس المؤذية وهي عارفة إنها مؤذية وعارفة إن اللي بتعمله مؤذي، يعني ما بتضحكش على حد. هحكي لكم موقف مش من أحلى المواقف اللي في حياتي، بس لازم أحكي لكم عشان تفهموا أنا قصدي إيه. كنت أنا نقلت مدرستي وأنا كنت في 6 ابتدائي، نقلت المدرسة جديدة، وهناك اتعرفت على شلة بنات، شلة كده يعني. بقيت أنا ما كنتش عارفة يعني إيه شلة أساسا والجو ده، بس إيه هو إيه معاهم يعتبر نوعا ما. المهم طلع هما في مقلب كده حلو بيعملوه، وهو إن هما إيه لما يكون في بنت في الحمام يروحوا فاتحين الباب جامد بسرعة ويطلعوا يجروا. هما ما لحقوش يعملوا ده معايا يعني، بس هما حاولوا. فأنا طلعت من باب الحمام، وده في 6 ابتدائي، اوكي؟ طلعت ورحت لهم، قلت لهم مين اللي عملت كده؟ هي ديت منا اللي عملت. واحنا كنا واقفين قدام باب المدير اصلا يعني، وانا I didn't care، رحت مدياها بالقلم، لففت لها وشها بقى الناحيه التانية كده خالص، اتلوحت، اديتها بالقلم. فطبعا هي اتصدمت واصحابها اتصدموا وانا اتصدمت كله اتصدم. وهي بدأت تعيط تعيط، وصحابها اتلموا حواليها. ليه كده يا حبيبة؟ احنا كنا بنهزر معاكي، ليه تعملي كده؟ دي مش عارفة ايه. وهي وشها احمر اصلا من القلم. طبعا يا جماعة ما بنصحش اي حد يضرب اي حد بالقلم، دي مش حاجة كويسة يعني، بس هو ده اللي طلع مني ساعتها. ده اللي طلع مني. ماشي. فمن ساعتها بقوا بيحترموني بشكل مش طبيعي، بشكل مش طبيعي. حبيبة تعالي اقعدي هنا، حبيبة مش عارفة ايه. ليه بقى؟ لانه المتنمرين، الناس المتنمره
بتحب إن هي يعني بتتنمر على الأشخاص اللي هي الضعيفة اللي ما بتعرفش تدافع عن نفسها. وصدقوني أنا ساعتها لو قعدت أعيط وأقول لها ليه عملتي كده وأنا مش عارفة إيه، كانوا هيبقوا بقى خلاص هابقى الملطشة بتاعتهم، كل يوم بقى إيه يالّا نتملطش على حبيبة. لكن بسبب الموقف اللي أنا عملته دوّة بقت حبيبة no. حبيبة مش هنهزر معاها عشان ما ناخدش بالقلم. فالموضوع إيه، موضوع إنه الناس المؤذية ما بتتعلمش غير لما بتتأذي، ما بتتعلمش من الكلام، ما بتتعلمش من الصعبانيات، ما بتتعلمش من الضمير، هم ما عندهمش ضمير حبيبتي، هم أذوكي. واحدة أذتك، انت بتلعبي على ضميرها ليه وتقولي لها ليه عملتي كده وليه مش عارفه ايه، هي ما عندهاش ضمير اصلا، ما عندهاش قلب، ما عندهاش مخ. اللي بيأذينا بنديه عشان خاطر ما يفكرش حتى انه يلعب معانا تاني. فانتي قبل بقى ما تقعدي تقولي اصل هي ممكن مش قصدها، اصل هي ممكن بتنجان، اصل هي طفولتها مش عارفه ايه، قبل ما تتعاطفي مع خلق الله كلهم اتعاطفي مع نفسك. اتعاطفي مع نفسك وازعلي لنفسك واتضايقي لنفسك وغضبي لنفسك ان في حد قلل من احترامه ليكي. وافتكري كويس طفلك الداخلي، طفلتك اللي جواكي، محدش هيدافع عنها غيرك، محدش مسؤول يدافع عنها غيرك انتي بس. فتخيلي ان هي اتخذلت وهي صغيرة من ناس تانية، وبعد ما انتي كبرتي انتي كمان خذلتيها. لا ما تخذليش نفسك، اخذلي الدنيا كلها بس ما تخذليش نفسك. بطلي تحطي اعذار لناس اصلا ما طلبتش ان انتي تعذريها. بطلي تقعدي من دماغك تحطي 50 عذر. مش بتكلم يا جماعة على مثلا واحدة اتأخرت عليا فأكيد بنحط لها أعذار معلش وتشوفي اللي حصل مش بتكلم على كده، بتكلم على واحدة أذتك، حد أذاكي، حد زعلك، حد قال كلمة مش حلوة، أي حاجة من الحاجات ديت. بطلي تحطي أعذار. وهو أصلا ما جمش اعتذروا، ما جمش قالوا أي حاجة. بعد ما تكلميهم وتواجهيهم باللي هم عملوه، لو هم قالوا لك اصل احنا ما كنتش اعرف كذا، ما كانش حصل، طلع بقى ان هو ميس اندرستاندينج او طلع حاجه، اوكي اعذري يا ستي، مش بقول لك خليكي يعني قلبك حجر، بس مش دماغك انت بقى ايه اصل هي زعلتني معلش، اصل هي بس ممكن يومها مش عارفه ايه، ما يومها يتهب بالسنين احنا مالنا. هو كل واحد يومه مش حلو هلطش فيكي؟ لان مفيش حاجه في الدنيا تبرر ان انسان واعي يأذي بشكل واعي انسان اخر. مفيش تبرير، مفيش تبرير، في تفسير، ممكن يكون في تفسير بس مفيش تبرير. لما واحدة مسمية نفسها صاحبتك تتكلم عليكي من ورا ظهرك أو تتريق عليكي بحجة الهزار، أو تقولك كلام جارح، أو تلقح على حاجات هي عارفة إنها تجرحك، إيه العذر في ده؟ إيه اللي ممكن يعذر ده؟ معلش أصل أنا ما كنت عايزة أهزر كده فإيه، انت اللي جيتي على لساني. العبط ده مفيش اي عذر، مفيش اي حاجه تعذر الانسان يأذي انسان تاني بقصد. وتقعدي تاني تقولي اصل يمكن هي مش قصدها، اصل هي مش عارفه ايه، اصل هي بتهزر، اصل هم. لغايه امتى يعني تقعدي تحطي لكل الناس اعذار ما عدا انتي، تتعاطفي مع كل الناس ما عدا انتي؟ لو ما تعاطفتيش مع نفسك ما حدش هيتعاطف معاكي يا قمر. في نقطه مهمه جدا انا اتعلمتها، وهي ان مش كل الناس حساسه زيي. مش كل الناس بتبقى قاعدة مركزة في كل كلمة بتقولها، ومركزة إن هي ما تأذيش حد بكلمة أو تزعل حد أو تحسس حد بس إن هو not included، أو تزعل حد بكلمة ولا بنظرة ولا بتجاهل. مش كل الناس حساسين زيك، مش كل الناس قاعدة مركزة إنها ما تزعلش حد. فأنتي مضطرة إنك لما حد يزعلك توقفي ستوب، أنت عملت كذا، أنت مضطرة تعملي كده للأسف. لان ما تقعديش معتمده عليهم بقى، معتمده على ذكائهم العاطفي، معتمده على ذوقهم، مش كل الناس عندها ذوق. اوكي، وركزي بقى في الكلمه ديت، اللي هيعدي حدودك مره لو انت ما وقفتيهوش هيعدي عليها كل مره، هياخدها بقى ايه، مشوره رايح جاي. لا اصل ممكن دي اخر مره، اصل يعني معلش كان بيهزروا مش هيحصل تاني. هتحصل تاني يا قمر، هتحصل تاني وهتزعلي تاني، وهتلاقي نفسك في يوم صحيتي او ماي جاد انا ماليش حدود، انا اصلا بقيت انا المسخره بتاعت كل قعده، انا اللي ايه كده اهو. لان برضو عشان نبقى واضحين، محدش مسؤول عن ده. يعني هي اي نعم حاجه حلوه ان الانسان يكون حساس، بس محدش برضو مسؤول ان هو يركز معاكي للدرجه يعني، بالذات لو انت ما بتتكلميش. واوقات مش معنى كده ان الناس دايما وحشه، يعني مش دايما معناها ان الناس وحشه، ممكن في مثلا ناس بتتضايق من حاجه معينه،
هي حاجة معينة ممكن ما بتضايقش، يعني هي in general ما بتضايقش أو حاجة عادية، بس هي يا عم بتضايقني. لو أنتِ ما عبّرتيش مين هيفهمِك ويقرا دماغِك يعني؟ فأوقات مش شرط الناس ديّة وِحشة وشريرة وعايزين يأذوني، مش شرط، ممكن تكون ناس عادية عايشة حياتها، بس هي ما تعرفش إن حاجة زي كده بتزعّلِك، وأنتِ اللي ما قُلتيش، أنتِ ما قُلتيش، أنتِ ما وقّفتيهمش وقُلتِ لهم لأ ده أنا ما ينفعش معايا، الكلام ده ما ينفعش معايا، أنتِ ما وقّفتيهمش، فهي مسؤوليتِك، مسؤوليتِك. ما حدش هييجي يرسم لِك حدودِك ويدافع لِك عنها، أنتِ اللي لازم ترسميها وتقرريها في دماغِك وبعد كده تفرضيها على أيًا كان، أيًا كان بشري، أنا هافرض حدودي ديّة عليه، لإن حدودي ديّة ما بتتقسمش ناس أو ناس لأ، أنا ما باقبلش بحاجة زي كده، يبقى أنا ما باقبلش بحاجة زي كده. في ناس ما عندهاش مشكلة إن يبقى في هزار بالشتايم، في ناس لأ، أنا ما اقبلش إن حد يكون بيهزر معايا ويهزر معايا بالشتايم، ما باحبش أسمعها أصلًا، لا هزار ولا جد. أنا معلش، معلش، أنا كده. أنت بتهزر يا حبيبي ودمك خفيف ودمك زي السكر، بعيد عني. هزر مع إيه؟ مع بقية أصحابك. هزري يا حبيبتي مع بقية أصحابك. بصي أقول لك ما تعتبرنيش صاحبتك، طالما ده طريقة هزارك ما تعتبرنيش صاحبتك. ومش هقول لك دايما يعني تدافع عن نفسك بطريقة اجريسيف، عادي في البداية بالذات خليها بطريقة بسيطة، لو سمحتي أنا ما عجبنيش كذا كذا وما بحبش الهزار بالطريقة الفلانية، وانا عارفه ان انت اكيد مش قصدك عارفه ان انت اكيد مش قصدك، بس انا قلت اعرفك عشان دي حاجه انا ما بحبهاش. اتكررت تاني بقى، هنا بقى بنغير الطريقه، هنا بقى بنغير الطريقه، يا اما يعني بنهزق، يا اما بنهزق، في الحالتين بنهزق وبنمشي لان ده حد ما احترمش حدودي. لما اكشلي بيحصل الموقف، هنا بقى بتبقى عندنا مشكله بسيطه صغننه، يعني مش صغننه قوي، هي مشكله كبيره، وهي ان انت بتبقي خايفه او مش عايزه تعملي موقف، مش عايزة تبوظي القعدة، مش عايزة تبوظي الفايبس الحلوة اللطيفة، مش عايزة تحرجي حد، مش عايزة تضايقي حد، مش عايزة تباني كرنج، مش عايزة تعملي حوار وتجيبي attention، مش عايزة تعملي الحاجات دي كلها. وانا فاهماكي، انا فاهماكي 100%، بس اسمعيني بقى، اسمعيني هنا. وانتي في الموقف عايزاك تفتكري كلامي، افتكري كلامي بالله عليكي. انتي ما عندكيش حل تالت، عندك حلين، يا اما تعدي الموقف، يا اما تقفي وتدافعي عن نفسك، يا اما تختاريهم هما وتختاري راحتهم، يا اما تختاري نفسك. ما عندكيش اختيار تالت، يا بتختاريهم يا بتختاري نفسك، يا بتختاريهم يا بتختاري نفسك. ارجوكي اختاري نفسك، ارجوكي، لانك مهما اديتي اعذار بعدها للموقف وحاولتي تقولي اصل انا بس ما كنتش عايزه، كنت عايزه اعدي عشان ما يحصلش مشاكل، اصل مش عارفه مين عنده مهما عملتي مش هيبقى عذر ان انت هتكوني قللتي احترامك لنفسك، وهتضطري ان انت تعيشي مع ده وتتقبلي ان انت عملتي كده. وده أسوأ إحساس، ده أسوأ شعور، إنك تحسي إن أنت خذلتي نفسك. ما تعمليش كده، سكوتك هو عدم احترام لنفسك. أنت سبتيهم يعملوا اللي هم عايزينه، سبتيهم يقللوا احترامهم، سبتيهم يعدوا حدودك، أيا كان إيه اللي حصل، أيا كان إيه الموقف، سكوتك عدم احترام لنفسك. وعايزة أقول حاجة، لو أنت عديتي مواقف بسبب الموضوع دوت أو عديتي الناس، اتمنى ما تقعديش تجلدي في نفسك اكتر من كده، خلاص بطلي جلد لنفسك، وخدي عهد على نفسك انه انا مش هسيب اي موقف يعدي بعد كده، مش هسيب اي حد يزعلني في حاجه واعدي بس عشان خاطر الموقف ولا عشان خاطر الناس. وتاني، انت ممكن تعدي موقف معين وبعد كده تكلمي الشخص بعد كده، يعني على انفراد، انه حصل كذا 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 ما عجبنيش ده، ما تبنيش عذر من دماغك، ما تبنيش عذر من دماغك وتسامحيه على اساسه، نو. روحي قولي له انت عملت كذا، استني هو اللي يديك العذر، مش وظيفتك تجيبي للناس اعذار، استني هو اللي يديك العذر، يقول لك معلش اصل انا كنت كذا كذا، اصل حصل لي كذا، وانت بقى فكري، انت لسه احنا لسه مش ما وصلناش لمرحله المسامحه اهدي، لسه هتفكري ده بالنسبه لي ده شيء مقنع ولا مش مقنع. معلش عذرك ما اقنعنيش، ما اقتنعتش، مشكلته هو يحلها، مشكلته هو مش مشكلتك، مش مشكلتك ان انت تحاولي تعدي الموقف وتنسي الموقف، نو 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 نو، مشكلته هو. يحاول يقنعك تاني او ما يحاولش يقنعك، وتشوفي بقى انت تحددي على اساس طريقة تعامله مع الموضوع، هل ده شخص اصلا يستحق بعد كده اي، يعني هحطه فين بقى في حياتي بعد الموقف ده. في حاجة بقى مهمة قوي، الناس اللي بتستغل تروماز عندها او مشاكل عندها كعذر انها تأذي بقية الناس، يعني سوري بس
أنا شُفت ناس طفولتها جحيم ومش بيمشوا يأذوا في خلق الله، مش بيمشوا يبهدلوا في الناس، بالعكس من أطيب الناس، من أطيب الناس حرفيًا من قلبهم طيبين، 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 وهُم طفولتهم كانت بشعة، أقل حاجة أقول عليها بشعة. فما تسيبيش حد يستغل التروما بتاعته او انت تحطي له الاعذار ديت انه عشان خاطر هو كان عنده كذا ولا هو عندها اصلي عندها مش عارفه ايه فانا بقى مضطره استحمل. لا، هي المشاكل اللي هم عدوا بيها ممكن تكون تفسير لتصرفات معينه بيتصرفوها، لكن مش تبرير تاني. ممكن تكون تفسير التصرف بتاعهم المؤذي، لكن مش تبرير. مش تبرير، عشان ما فيش تبرير للأذية. الحاجة الوحيدة اللي ممكن تخلينا نموف اون من حاجة زي كده او نعديها بشكل صح ان الشخص دوت يجيلك يكلمك يقولك انا عندي الحاجة الفلانية وخلتني اتعامل بالطريقة الفلانية معاكي وده مش صح، وانا اسف وسامحيني ومش هعمل ده تاني. ده الطريقة الصح للاعتذار. برضو ما ينفعش انا اسف وسامحيني وانا هعمل ده يعني بصي بقى، انا هعمل ده هيبقى بقى طريقتي معاكي عشان خاطر انا معلش انا عندي المشكلة الفلانية، ف you have to يعني accept it. انت بصي اختاري بقى ساعتها لو حد بيتعامل معاكي بالطريقه ديت وبيقولك ان هو هيبقى في حاجه معينه دايما بيتعامل بيها. قرري بقى انت يا حبيبتي، انت دي حاجه انا قبلها هعيش بيها عشان خاطر سواد عيونك، ولا ولا هقول لا معلش مش هقدر استحمل حاجه زي كده. انت حرة، كل واحد حر. فالشخص ده لازم، مش بقول انه محدش بيغلط ولازم يبقوا بيرفكت معاك 24 ساعة، كلنا بنغلط، بس لو حد غلط لازم ان هو يعتذر بشكل واعي، ولازم ان هو يوعدك ان هو مش هيعمل حاجة زي كده تاني، وما يستغلش الموضوع ده في انه يبقى عذر بقى لأذيتك 24 ساعة. نو no. معلش اصل احنا بقى مش هنبقى ايه، انا ما اذيتكش، انت اتأذيت في طفولتك او انت اتأذيتي في طفولتك او ايا كان، قلبي معاكي، بس مش انا اللي عملت ده، مش مسؤوليتي ان اتحمل مسؤوليه حاجه زي كده. لان لو كده بقى كل بقى الناس اللي عندها تروماس في حياتهم يجوا بقى يرموا بقى عليا، ابقى انا بقى مكب النفايات، يلا كله بقى يتفضل، معلش اصل دي عندها كذا ودي عندها كذا ودي عندها كذا، كله بقى يتفضل يعمل اللي هو عايز يعمله. ايه، في حال ان حد فعلا اخد مسؤوليه غلط واعتذر بشكل صح، مش غلط انك تسامحي، مش غلط ان احنا نسامح. المسامحة حاجة جميلة ومن الحاجات اللي انا بحبها، وبسامح حتى لو الشخص مش هكمل معاه، وفي ناس قطعت معاهم بس انا مسامحاهم، انا مسامحاهم من قلبي، من كل قلبي مسامحاهم، ومش بكرههم ابدا، وبالعكس بدعي لهم ان هم حياتهم تبقى زي الفل مع ان هم اذوني، بس انا خلاص سامحتهم وقطعتهم من حياتي عشان مش هقدر اكمل معاهم تاني، بس انا مسامحة عشان قدام ربنا يا ربي انا مسامحة فانت كمان سامحني على الذنوب اللي انا بعملها. فما تخلوش السوشيال ميديا تفهمكم ان العلاقات مثاليه وان كل حاجه لازم تبقى مثاليه، واول ما حد بس يدوس لي على طرف اقطعه، والكلام بتاع التيك توك دوت، والكلام بتاع الكلام ده مش صح على ارض الواقع، لانه احنا كبشر بناخد وقت على ما نفهم بعض، بناخد وقت على ما نفهم نفسنا اصلا. فعادي ان حد يغلط ويعتذر ونسامحه، لان انت كمان هتغلطي وهتعتذري وممكن تتسامحي. فانتي اللي بتحددي ده، انت اللي لازم يكون عندك بالانس وتعرفي مين الشخص اللي يستحق ومين اللي ما يستحقش، مين اللي اذاني عن قصده ومين اللي غير من غير قصده، مين اللي هيكرر غلطه معايا ومين اللي عرف غلطه ومش هيعمل ده تاني، مين اللي فارق معاه زعلي ومين اللي مش فارق معاه، وهل دي عادته بقاله زمن عمال يعمل كده عمال اقول له لا هو عمال مستمر، ولا ديت اول مره يغلط ووعدني مش هيعمل كده تاني. انت اللي بتحددي، انت اللي بتحددي. عايزه اقول لكم ان انا عندي صداقه مع صاحبتي يعني، احنا بقالنا دلوقتي كده سنه مع بعض، وانا بحبها وهي بتحبني، واحنا قعدنا اول فتره من صداقتنا كانت فتره متعبه، قعدنا فتره طويله على ما فهمنا شخصيات بعض، وانا زعلتها وهي زعلتني وسامحنا بعض وكملنا. لو ما كناش عملنا كده ما كناش وصلنا ابدا اللي احنا فيه دلوقتي. دلوقتي بفهمها من غير ما تتكلم وهي بتفهمني من غير ما نتكلم، ولو زعلنا بعض بنتخطى الموضوع بسرعة جدا، احنا خلاص فاهمين بعض وفهمنا قلب بعض وفهمنا نوايا بعض. فالعلاقات بتاخد وقت على ما تتبني، الثقة بتاخد وقت على ما تتبني، ودي مش حاجة وحشة ولا هي حاجة غلط ان احنا يبقى بينا مشاكل ونتكلم ونفهم بعض ونصلح ونبقى احسن، لان مفيش علاقة بتبقى بيرفكت كان اولها زي الفل. نو ده مش موجود، مش موجود، لا علاقة صداقة ولا حب ولا غيره.
فسواء الشخص ده مهم بالنسبة لِك وفارق لِك أوي في حياتِك والّا لأ، لازم تعبّري عن حدودِك وتعبّري عن اللي مزعّلِك أول بأول، بالذات لمّا يكون الشخص فارق لِك، بالذات لمّا يكون الشخص فارق لِك، لإن أنتِ لو ما عبّرتيش علاقتكم هتبوظ، أنتِ فاكرة إن أنتِ لأ مش مشكلة هاعدّي عشان مش عايزة أعمل مشاكل، أصل أنا باحبها، أصل هي مش عارفة إيه، no ده هيبوّظ الدنيا أكتر، لإن أنتِ هتبدئي تشيلي في قلبِك، ولمّا تقعدي تشيلي في قلبِك هتنفجري في يوم من الأيام، ما تعمليش كده. فالأشخاص اللي بيحبوكِ وبيقدّروكِ لمّا أنتِ تقولي لهم أنا ده زعّلني والّا دوّة مش عارفة إيه، هيسمعوكِ على طول، هيسيبوا كل حاجة ويسمعوكِ ويحاولوا يفهموا إيه اللي حصل وإزاي هم غلطوا في حقِّك ويحاولوا إن هم يصلّحوا الموضوع أو يتفاهموا يعني يتناقشوا معاكِ. لكن لو لقيتِ إن أنتِ كل مرّة بتحاولي تتكلّمي عن حاجة مزعلاكِ وبيتقابل الموضوع بإنه أنتِ over أنتِ مالِك، لأ طبعًا بتلاقي إن أنتِ في هجوم بدل احتواء، يبقى غالبًا ممكن ده معناه إن في حاجة غلط. أوكي، فلازم تقولي إنه أنا باتناقش عشان خاطر نحل الموضوع وعشان خاطر تبقى علاقتنا أحسن وعشان كذا كذا كذا. لو لقيتي إن برضه ما فيش فايدة وبرضه بيهاجموا وخناق ممكن يكون الشخص ده مش بالوعي ومش بالنضج اللي أنتِ محتاجاه. مش عايزاكم تبقوا زيي في حاجة إن أنا قعدت فترة طويلة جدًا باكتم الego بتاعي، باكتم أمّا أحس إن أنا عايزة أقول لحد كيف تجرؤ؟ فاروح لازم أبقى حبيبة اهدي، لازم تكوني واعية، لازم تكوني مش عارفة إيه الموقف، أقعد أركّز في كل حاجة غير إن أنا أعبّر عن اللي في قلبي. ده مع الوقت بتقعدوا تكتموا، 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 بعد كده بتنفجروا انفجار مش لطيف. الإيجو بتاعنا مش حاجة وحشة، الإيجو بتاعنا مش حاجة شريرة، الإيجو بيحمينا أوقات كتير جدًا، فما تقعديش تكتمي في الإيجو بتاعِك كتير أوي، عادي لو زعّقتِ مرة، عادي لو اتعصبتِ في مرة، مش باقول لكم إن ده يعني الصح ولا باقول لكم إن كده، بس ما تقعديش تكتمي في الego بتاعِك وفي مشاعرِك وفي أفكارِك وتقعدي كل حاجة تاخديها على نفسِك وتسكتي. أنا كنت قريبة جدًا من إن أنا أخسر سيطرتي على الego بتاعي، لإني كنت خلاص بقى هابدأ إن أنا أي حد بس يقول لي كلمة أدّي له في وشه، أي حد يعصبني أروح عاملة ده غلط، مش حلو ومش صح. فبدأت أسيطر على نفسي، بدأت أسيطر على الإيجو بتاعي وأطلّعه في الأوقات الصح، أحاول يعني، أحاول إن أنا إيه، أنفّس عن غضبي وأعبّر عن اللي أنا عايزة أقوله بحِدة، باحترام لكن بحِدة وبشِدة، مش بإنه أقعد أجمّل في كل كلمة وأصل مش عارفة إيه، يا جماعة مش لازم تجمّلوا كلامكم، مش لازم تحطّوا برواز وتخلّوا كلامكم جميل ولطيف وnice no 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 no. أكيد تحاولي تتكلّمي دايمًا باحترام، لإن أنتِ إنسانة راقية، لكن مش لازم كل ما تكوني بتتكلّمي عن أي حاجة تقعدي تخلّي كلامِك منمّق ومُضبّط عشان ما يجرحش أي حد، ما أنتِ مجروحة، أنتِ اللي مجروحة دلوقتي. خطوات بقى عملية آخر حاجة هاتكلّم فيها، هاحاول إن أنا يعني أحطّكم على أرض الإيه، الواقع، أدّيكم أول step. بُصّي يا حبيبتي، لمّا يكون حاصل أي حاجة وأنتِ مش عاجبِك أو في حاجة كده عايزة تقوليها، حاولي تقوليها. مثلًا هنقول مثلًا مثال بسيط جدًا، أنتِ وصحابِك صاحباتِك بتتكلّموا وبتتفقوا على مطعم مثلًا اللي هتروحوه تاكلوا فيه، تمام، فكُلّه قال المطعم الفلاني حلو وأنتِ يا ستّي ما بتحبّيش المطعم ده ولا بتحبّي أكله، يعني هتروحي تدفعي فلوس ومش هتتبسطي في الأكل. بس إيه، خلاص كُلّه اتّفق، كُلّه حَب الدنيا ضبطت، لأ هنا بقى لازم نقول no. معلش يا بنات، أنا المطعم ده ما بيعجبنيش، أنا ما باحبش المكان ده عشان كذا، كذا، أو أنا ما باكلش الأكل بتاعه. ما تفكّريش please في طب لو ما أكلناش فيه هناكل فين، طب لو ما عملناش ده هنعمل إيه، ما تف مش مهمتِك دلوقتي، أنتِ كل مهمتِك إنِّك تقولي، تقولي بس ده مش عاجبني، أنا مش هينفع معايا كذا، that's it. كل مهمتِك لمّا حد يقول لِك مثلًا نتقابل في الميعاد الفلاني وأنتِ اليوم ده مضغوطة، تقولي أنا اليوم ده هاكون مضغوطة، مش هاقدر. مش مهمتِك تجيبي يوم تاني وتضبّطي ميعاد تاني ولا تشوفي مطعم تاني، أنتِ بس كل مهمتِك تقولي ده مش هينفع. شايفة الموضوع بسيط إزاي؟ ده مش هينفع. معلش يا جماعة، لو أنتم فاكرين الموضوع ده تافه، على فكرة هو مش تافه، أنا كنت باعاني فيه. لمّا كنت بالاقي الكل اتفق على حاجة خلاص، خلاص الكل اتفق على حاجة خلاص أوكي، المهم الكل يكون مرتاح ومش باركّز أنا أصلًا عايزة إيه. فطبعًا ده غلط، ماشي، ركّزي، اسألي نفسِك أنا عايزة إيه، كُلّه اختار وكُلّه فكّر في نفسه يا قمر، فكّري أنتِ كمان في نفسِك، أنا عايزة إيه، أنا عايزة كذا، هاعبّر عنه، هاقول أنا عايزة كذا. لمّا تكوني قاعدة في قعدة، القعدة ديّة مضيّعة لِك وقتِك، الناس دي مش مرتاحة معاهم، خدي شنطتِك واستأذني لو سمحتوا معلش يا جماعة، يالّا excuse me أنا هامشي عشان عندي كذا، باي، 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 عادي، مش حدش هيقول لِك حاجة، ولو قالوا مش مشكلتِك ولا أزمتِك، ما عنديش وقت، عندي أشغال تانية، قعدتكم ما لهاش لازمة، أقول لكم إيه طيب؟
وخليكي دبلوماسية، يعني مش لازم كل حاجة تدي فيها دبش، عادي قولي أنا عندي التزامات تانية من غير ما تدي تفاصيل. مش لازم تقولي أنا أمي تعبانة وأختي في المستشفى، أنا عندي التزامات تانية بس. مش محتاجين نقول لهم تقارير أصل أنا هعمل كذا معلش اعذروني، نو. لما حد يكون بيهزر ويروح في هزار كده قايل كلمة مش عاجباكي، استخدمي نفس الطريقة الثعبانية والهزار وقولي كلمة كمان ما تعجبهوش. ردي، يعني ردي، مش هو بيهزر والدنيا فانت كمان وروح مديها كلمة. او حتى لو هتقلبيها جد، مش مهم اللي هيحصل مش مهم. المهم عندي انك تنطقي، انك تتكلمي. طيب كبر الموضوع والناس بدأوا كبريه اكتر، يلا. اها، بصي انا بالنسبة لي الدنيا تولع، اشوف كده لهب، اشوف ولعة احسن من انتي تسكتي. ادم بقيت افكر كده اي موقف يلا عايزين تولعوا الدنيا يلا نولع الدنيا، المهم ان انا مش هاجي على نفسي. اخر كلمه عايزه اقولها، لو انت جيتي على نفسك الكل هيجي عليكي، لو انت مش بتدافع عن نفسك محدش هيدافع عنك. فاتمنى اكون افدتكم، اتمنى اكون قلت حاجه لمستكم، واتمنى بجد تاخدوا خطوه. انا واثقه فيكم وبحبكم، واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. باي باي.